كان في دايما واحد في كل مطعم شايل المكان كله على كتفه من غير شكوى ومن غير ما يقول مش شغلي، وكان دايما أول واحد يجري يساعد. كان بيشيل شغل 2 و3 و4 ويعمل كل ده بابتسامة، كأن الموضوع بالنسبة له عادي. لحد ما في يوم كل ده اتغير فجأة. بقى ساكت، بيعدي الشفت وخلاص، وبيبص للساعة أكتر ما بيبص للشغل والناس بدأت تسأل هو اتغير ليه؟ بس ولا حد فيهم وقف واسأل نفسه احنا عملنا فيه ايه؟ ضغط زاد عليه، كلام من ورا ظهره، مجهوده اتقلل منه وشالوه فوق طاقته لحد ما اتكسر. لأن الحقيقة إن الموظف القوي عمره ما بيضعف، فجأة هو بيتكسر حتة حتة. وأخطر مرحلة لما يفضل موجود وسطهم بس بروح مش موجودة. ساعتها كل حاجة بتتغير، الجودة بتقع، الطاقة بتختفي، والمكان كله بيتأثر، لأن اللي كان شايل نص الشغل وقع. وعشان كده مش كل واحد ساكت يبقى مرتاح، ومش كل واحد شغال كتير يبقى قادر يكمل. في ناس محتاجة تقدير قبل ما تتحول من قوة المكان لأكبر خسارة فيه.